اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بقالنا 3 ايام واعلنت ان انا هنعمل بيت للكلاب، والحمد لله البيت خلص وهوريه لكم دلوقتي. بس كل اللي عاوزه منك لو انت عندك كلب لازم تحافظ عليه. لو انت حاطه في شمس زي ما انتم شايفين الجو حر والشهر الجاي هيبقى صعب جدا وربنا يسترها علينا، فانت عشان تحافظ على كلبك لازم تعمل له اي بيت، اي عشه يكون فيها فتحه تهويه ما تخشلوش شمس، عشان انتوا عارفين اللي اكتر وقت الكلاب بتروح فيه من اصحابها بسبب الاحتباس الحراري وبسبب الحر وبسبب الحشرات. فانت لازم تنظف المكان كويس، لازم تخلي بالك من كلبك، لازم تعمل له بيت. لو مش هتعرف تعمل له يبقى ما تربيش احسن، عشان الجو صعب، الجو صعب قوي. وزي ما انتم شايفين الواحد متبهدل والله العظيم. شوفوا ايديه عامله ازاي. من بقالي 3 ايام يعتبر بنام ساعتين 3 في اليوم عشان النجار بيجي وبنقعد نشتغل سوا. هوريكم الوقت البيت، بس زي ما قلت لك ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس يا بخيل، وتكتب لي كومنت. انا عاوزك تكتب لي كومنت عشان هرد عليه. تمام. الوقت هفرجكم الكلاب عامله ازاي. انا طلعت لكم الساعه 12 الظهر عشان الجو حر، اوريكم ونشوف الجو هيبقى عامل معاهم ايه، ونشوفهم حرانين ولا لا. عشان لو حرانين نبدا اللي احنا نغير لهم ايه الحاجه اللي احنا عملناها. وهوريكم الوقت وهفرجكم الموضوع عامل ازاي ومكلف ولا مش مكلف. هو الموضوع فعلا مكلف عشان الخشب غالي، الخشب غالي قوي، وجايب شفاط ومروق العمل. فكل اللي عاوزه منكم ان انتوا تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو، تمام، عشان لولو في مفاجأة قريب، وعاوزكم تكتبوا المفاجأة دي في الكومنتات. يلا نكمل الفيديو. خيرا اخواتي، بعد طول انتظار عملت البوكس او الاوضه اللي انا كنت بقول لكم عليها هعملها. بس المشكله دلوقتي الجو حر قوي، تمام. فتعالوا نشوفوا بقى الكلاب قاعده ازاي. قولوا كومنت بتحدي جديد نعمله بقى في الاوضه الجديده، وعاوزكم برضو تختاروا لي اي حاجه نعملها عليه. لسه علق صور عليه وكده، فعاوزكم اللي عنده افكار يكتب لي. معلش بقى هقطع الفيديو عشان الجو حر قوي. طبعا الخشب وصل اهو، تمام، كميه كبيره جدا. شوفوا الواحد بقى عامل ازاي، شوفوا العرق كله في دليل دهب. استنوا النجار بكره ان شاء الله. اطلع الحاجه دي دلوقتي الساعه 3 بالليل، اطلعهم واجهزهم للنجار بكره الصبح ونكمل باقي الفيديو. هنا الصاروخ والخشب، وهنا اللي تبقى الاوضه. ازاي كده عادي بس. والاسطى مجدي شغاله، والله ينور. عم مجدي احنا عاوزين اوضه كومبروسر يشتغل اهو كمان، والدنيا ولعانه. عاوزين يا عم مجدي اوضه فوق المظبوط. حبيبي يا معلم مجدي. ده اهم من الشغل، تظبيط الشغل على ميلك بس. دي مسامير كده بيس الاول ندبس عشان نجمع. بعد كده ايه؟ شغل فاخر كله عشان لونه ذهب يعني. طبعا الدباسه دي بالهواء. نسمع صوت الفس اهو، نفسفس كلنا. طبعا ده مستغربه مش عارفه ايه اللي بيحصل، هتتهبل. احنا كده كده البوكس ده هنسيبه هيبقى حضان عشان لو في كلبه خلفت ولا حاجه، وهنوسع المكانين. يا سيدي الناس، ده الكمبرسور اهو. والله العظيم ما كنت اعرف ان الكلام ده كله هيحصل، هي فجأة كده مش عارف بقى نعمل ايه والله. يلا بس الحمد لله بقى هنتخشق خشقة حلوة. خشب اهو، ولسه في خشب تاني جوه. طبعا انتوا بتسألوا على لولو تحت في الشقة عندنا.
لسه في خشب اهو. فالموضوع صعب جدا، ربنا يستر. ماشي اعملهولك اعملهولك. خلص بقى انا الشاسيه ده كده واوريكم شكل الجنب لما يخلص، وبعد كده نكمل تاني. انا بدي بقى ده بديل للشاكوش، مسامير صلب بتدق بالهوا ولا وجع دماغ، شغل فاخر من الاخر. معلم مجدي اصل الخشب في مصر، اصل النجارة في مصر. احنا نبقى من الحيطة يا مجدي. ماشي الفكرة كده. هنا بقى نعمل السقف، نخلص السقف ونوريكم برضو كل حاجة. معلش بقى عشان الفيديو ما يبقاش طويل اكتر من 15 دقيقة 20 دقيقة، عشان ما يبقاش طويل اوي. لو سبته طويل هيطول اوي معانا. احنا عملنا يا جدعان السقفية، يعني كده عملنا السقف اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام، لسه الجنب ده هيبقى شباك، وهنا هيبقى الباب، وهنا الجنب ده اللي هيبقى فيه الشفاط بس. وهنظبط الدنيا ونعمل رفوف جوه ونظبط العمل. مرابط دهب ولولو عشان لو سبت دهب هتاكل الخشب ده كله. لسه معانا خشب هنا كتير، فعشان دهب ما تسوحناش. ده تاني يوم اهو، احنا كده خلصنا نعمل الشباك. ده تاني يوم على الله بس نخلص النهارده بقى عشان الزيت. الموضوع طول ومصاريف كتير وربنا يستر على مصر، الواحد زهق. بقى احنا خلصنا اهو الشباك اهو، لسه بيخلص والجنب اهو. عاوزكم برضو تقولوا لي رايكم، وعاوزكم تتوقعوا. والله جايب حاجات كهرباء هنعمل خيله. انا عاوزكم تقولوا ما شاء الله. لسه بس اتقالوا لسه انا متحمس قوي يا جدعان. احنا عملنا اهو، ده تاني يوم الشباك بس ما شاء الله شغل فاخر. لسه بقى البوكس ده كله هيتدهن وهيتروق عليه، وجايب لمض كده من اللي بتاعت الديكور زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر ومن الاخر. شفاط الباب لسه مخلص، شفاط لسه هنركب مروحه جوه ونور، ونظبط الرفوف دي، هنعمل رفوف جديده. واستنوا الفيديو. انا عارف ان انا متاخر عليكم في الفيديو، بس الفيديو ان شاء الله هيبقى حلو جدا. واستنوا التجديد ده. بتمسي عليكم، كله بتمسي عليكم. احلى مسا على اخواتي. يلا نشوفكم بقى ما نخلص الفيديو. ده تالت يوم اهو، سوى الاسطى مجدي. قعدنا 3 ايام في حته هو ما تاخدش في ايده 3 ساعات، والله 3 ساعات بالظبط ممكن تلاقوه مخلصها كلها. بس يلا مش مشكله عشان الشمس عندنا ولا خلصها لك في ساعه بس. نعمل ايه بقى للشمس ده بقى؟ يقولوا له هناك ايه. يا رب نخلص بس النهارده. شايفين الشفاط اهو الجديد، شغل فاخر والله. لسه هنظبط هنا ورفوف، ونقفل الحته اللي فوق دي. ده الشباك لسه الباب بيتعمل اهو. عاوزكم تكملوا الفيديو بقى وتستنوا، لسه هنظبط الدنيا دلوقتي. وزي ما انتم شايفين كده، ده الشفاط ودي اللمبه، ودي لمبه بتعمل شكل اصفر بالليل كده. انا اللي دهن والله. شوفوا ايدي عامله ازاي. هي دهن اي كلام، بس حاجه تمشي عشان الشمس ما تاكلش الخشب الوقت، بس عشان ما عادش فيه فلوس خالص. ده شباك تمام. تعالوا بقى نبص على الكلاب عامله ازاي دلوقتي. نفتح الشباك، انا كده مش قافله. اخش لكم الاوضه دلوقتي نشوف. لولو نايمه وده بيه اللي واقف عشان انا موجود. تعالوا نشوف بقى الاوضه عامله ازاي من جوه. خش جوه، تعالي هنا، خش جوه.
خش عشان ما تضربيش. قاعدة في تكييف يا بنتي ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده شفاط، انا سايبها محويه كده عشان ما يتكتموش برضه، عشان لو انا ايه ما اروح اشغلها ايه قدامهم. سبت البوكسي ده عشان هنعمل حضانه، عشان لو كلبه خلفت ولا حاجه تبقى هي جوه والتانيه بره. يعني كده كده لولو زي ما انتم شايفين حايده، فخلاص هنجهزها للجواز باذن الله. وزي ما انا قلت لكم توقعوا في الكومنتات هنجوز من مين، وعاوزكم تقولوا لي برضو رايكم في الكومنتات. لو في حاجه لسه ناقصه، انا لسه كده كده هجيب سلك هحطه من اول هنا لفه كده على كله، عشان ده ما تاكلش الخشب، عشان زي ما انتم عارفين اللي ده مرقده البوكس وبتاكل الخشب. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اللي جاي حلو باذن الله. يلا اشوفكم على خير. كده يا جدعان احنا خلصنا الحمد لله على خير. زي ما انتم شايفين كده، عاوزكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا ما شاء الله. والله العظيم بقالي 3 ايام فعلا تعب وارهاق، الواحد ما بينامش عشان يطلع حاجه بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله. هي تكلفتها عاليه، بس اقول لكم على حاجه، يعني حاجه ما شاء الله. لسه بقى نظبط المكان. انا سايب البوكس ده عشان لو في كلبه هفرخها موجوده هنا، يعني لو هفرخ لولو مثلا او دهب، لو حاجه فيهم اتجوزت. زي ما انتم شايفين كده ده الشباك والشفاط ورايا. لسه بقى عاوزين نجيب مروحه هنا عشان يبقى كده ايه الدنيا تمام معاهم، تمام قوي. مبسوطه انت؟ مبسوطه صح؟ مبسوطه انت؟ عاوزكم تقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. واحلى مسا عليكم، استنوا اجمد فيديوهات باذن الله. اشوفكم على خير. متنساش تعمل لايك، اشتراك، تفعل زر الجرس، وتكتب لي كومنت حلو يا اخي من قلبك، مش عاوز غير من قلبك. سلام.